اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتكم ذا ناتشورال اكواريوم. في الطبيعه الدوره البيولوجيه ملهاش بدايه ولا ليها نهايه. في الطبيعه الدوره البيولوجيه هي عباره عن كم هائل من العمليات البيولوجيه اللي بتحصل في استمراريه دايمه وفي تناغم مستمر، بدايه من اصغر الكائنات الحيه لحد اكبر كائن حي عايش في الطبيعه المائيه. تبتدي من اول البكتيريا مرورا بالكائنات المجهريه اللي احنا محدش بيشوفها والكائنات الدقيقه لحد ما نوصل للافقاريات، وبعد كده الاسماك الصغيره جدا والاسماك الاكبر منها لحد ما نوصل لاكبر الكائنات الحيه اللي عايشه فيها. وده اللي بيسبب التوازن البيئي اللي بيخلي الطبيعه المائيه قادره على ان هي تستوعب كم الكائنات الحيه اللي عايشه فيها في استقرار دائم ومستمر. والدوره البيولوجيه في الطبيعه ما ينفعش نلخصها في ان الامونيا بتتحول لنيتريت والنيتريت يتحول لنترات والنترات تتحول لنيتروجين. ما ينفعش نختصر كل اللي بيحصل من عمليات بيولوجيه في الطبيعه المائيه للثلاث حاجات دول وبس. لا، الطبيعه اوسع من كده بكتير، والعمليات البيولوجيه اللي بتحصل فيها اكبر من كده بكتير. النباتات بتمتص، البيوفيلم بيستهلك، الكائنات الدقيقة بتكسر، التربة بتحلل، وهكذا وهكذا في عمليات متوازنة ومستمرة في تناغم دائم. زي ما قلنا كل حاجة بتشتغل مع بعض، مفيش حاجة بتشتغل لوحدها. في الطبيعة الدورة البيولوجية ملهاش بداية ولا نهاية. الدورة البيولوجية في الطبيعة مش مرحلة بتبتدي وبتخلص، دي حالة توازن مستمر. طب احنا فهمنا ازاي الدورة البيولوجية من الطبيعة علشان نطبقها في احواض سمك الزينة اللي هي هوايتنا اللي كلنا بنحبها. للأسف طبعا اختزلناها اختزال مخل جدا في ان احنا اقتصرناها على الدورة النيتروجينية اللي هي جزء صغير جدا من دورة بيولوجية كاملة بتحصل في الطبيعة، وقلنا ان هي اسمها الدورة البيولوجية. وطبعا بعض الهواة والمحترفين سموها الدورة النيتروجينية، ودي التسمية الصحيحة ليها لان هي اختصار واختزال مخل زي ما قلنا لكم العمليات البيولوجية اللي بيحصل. وقلنا ان هي مجرد فضلات بتتحول لامونيا، والامونيا ليها بكتيريا بتحولها لنيتريت، وبعد كده نوع تاني من البكتيريا بيحول النيتريت لنترات. ووقفنا هنا ومعرفناش النترات دي هنعمل فيها ايه، فقلنا نغير جزء من مية الحوض بشكل دوري علشان نتجنب تراكم النترات في مية الحوض بتاعنا، علشان طبعا تراكمها مع الوقت برضو بيكون مؤذي للأسماك، على الرغم ان النترات بتعتبر هي الأقل ضررا من الثلاث مواد الخاصين بالدورة النيتروجينية اللي احنا اتعرفنا عليهم. وبنبدأ نغير المية من الحوض بشكل دوري بحيث ان احنا نقلل تراكمها ونقلل الضرر اللي ممكن يحصل منها في حالة ان معدلاتها زادت جدا جوه المية. وفي البداية قالوا لنا ان احنا عشان نكون دورة بيولوجية او دورة نيتروجينية المفروض ان احنا بنجيب حوض وبنجهزه قبل ما نجيب السمك ونملاه ميه ونحط الفلاتر بتاعتنا اللي فيها الميديا اللي هيكون فيها البكتيريا اللي هتبدأ تقوم الدورة النيتروجينية بتاعتنا. وفي البداية برضو كانوا بيقولوا لنا ان احنا بنبتديها بان احنا بنحط اكل سمك في الميه بحيث ان هو بيبدأ يفسد ويبدأ يطلع الامونيا، فالامونيا تلاقي بكتيريا، البكتيريا تبدأ تنمو وتتكاثر في مستعمراتها اللي احنا مجهزينها لها علشان تبدأ تتغذى على الامونيا وتحولها لنيتريت، وبكتيريا تانية تيجي تحول النيتريت لنترات، وبعد كده نبدأ في تغييرات مياه دورية بعد ما نكون بدأنا ننزل السمك بتاعنا. وعلى الرغم من كل الإجراءات الدقيقة جدا دي اللي هي محتاجة هاوي محترف ومتدرب ومجرب وغلط كتير وقاسى كتير من موت أسماك وغيرها وروايح كريهة بتخرج من الحوض وغيرها وغيرها من المعوقات والصعوبات اللي بتقابلنا في ممارسة الهواية، بنبدأ نلاقي ان الحوض نوعا ما قدرت ان انا اقتني فيه سمك زينة بقدر ما، ولكن طبعا بتستمر معايا المعضلات اللي بتقابلني وبتواجهني من امراض وموت
وتآكل زعانف ونقط بيضة وغيرها من الأمراض الكتيرة اللي شفناها في الهواية. وبعد كده مع الوقت بدأت تظهر لنا منتجات اتسمت بكتيريا نافعة، واتقال لنا ان احنا لما هنحط البكتيريا النافعة دي بنقدر ان احنا نتغاضى عن الفترة الزمنية اللي بنبتدي فيها الحوض بتاعنا، وممكن نحطها في الحوض ومن تاني يوم نبدأ نحط سمك. وعلى الرغم من كده برضو فضلنا بنواجه صعوبات وتحديات كتيرة جدا في الهواية، وعلشان كده ما قدرش ناس كتير تكمل في هواية تربية أسماك الزينة. والناس كتير جدا من أول تجربة ليها بعد الفشل بتبدأ تخرج من الهواية وتسيبها وتروح تدور على هواية تانية، على الرغم إن ممكن نقدر نربي سمك زينة ونستمتع بيه بإجراءات بسيطة جدا، وهي الحوض الطبيعي اللي بنتكلم عنه دايما. لأن إحنا في الحوض الطبيعي ما بنعتمدش على تدخلاتنا، إحنا بنجمع مكونات الطبيعة في الحوض بتاعنا، بنبدأ نحط التربة جاية من الطبيعة وبنعزلها بطبقة مناسبة من الرمل بارتفاع معين اتكلمنا عنه كتير، بنزرع الحوض بكثافة بالنباتات اللي بتقدر تنمو وتزدهر جوه الحوض وتتغذى على جميع المغذيات اللي فيه، ونملى الحوض مية. ومن أول لحظة بنبتدي فيها الحوض الطبيعي بتكون بدأت الدورة البيولوجية بمسماها الحقيقي بما تحمله كلمة من معنى دورة بيولوجية كاملة متكاملة في تناغم وفي استمرارية دائمة، بنوصل بيها لمرحلة استقرار في الحوض الطبيعي بيكون مصدرها الطبيعة وقدرتها وقدرة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه، في ان احنا بنبدأ نلاحظ وبنشوف بعينينا ازاي الدورة البيولوجية فعلا بدأت من اول البكتيريا اللي موجودة اصلا في التربة بتاعتنا ومش محتاجين نضيفها بشكل تدخلي او خارجي، ولكن هي موجودة بالفعل. تبدأ الفضلات تتحلل في الحوض فتصدر الأمونيا، فتلاقي البكتيريا اللي بتتغذى عليها والبكتيريا اللي بتتغذى على النيتريت بعد ما بتتحول من الأمونيا، وبعد كده النترات. وفي الأحواض الطبيعية كمان مع الوقت بتبدأ تتكون البكتيريا اللاهوائية اللي بتتغذى على النترات، وده بيمنع ان النترات تتراكم في الحوض بتاعي، فما بحتاجش تغييرات مية دورية وما بحتاجش ان انا اغير للحوض المية بشكل دوري عشان تراكم النترات. وبرضو بيبقى فيه طبعا نباتات كثيفة في الحوض الطبيعي بيكون غذائها الأساسي النترات، وفي بعض الأحيان بتكون غذائها الأمونيا مباشرة، والبكتيريا بتبدأ تحلل وتشتغل الشغل بتاعها، فتبدأ تظهر الكائنات المجهرية اللي مش هنشوفها بعينينا المجردة، اللي بيكون ليها دور أساسي ومهم جدا في تكسير المواد العضوية الزايدة عن احتياج الحوض بتاعي أو النظام بتاعي، وبتكسرها علشان تسهلها للكائنات الدقيقة اللي بقدر أشوفها بعين المجردة بتظهر في أي حوض طبيعي بعد تأسيسه في أقل من أسبوع أو 10 أيام. بتبدأ تظهر عشان يكون ليها دور مهم جدا في إن هي تكسر برضو الفضلات والمواد العضوية اللي زايدة عن حاجة النظام علشان تسهلها للكائنات المجهرية وللبكتيريا، وتبدأ الأسماك الصغيرة تلاقي الغذاء بتاعها في الكائنات الدقيقة اللي بتنتشر في الحوض الطبيعي بتاعي، وتبدأ اللافقاريات برضو تقوم بدورها في الحوض الطبيعي وتلاقي الغذاء بتاعها، وهكذا لحد ما نبدأ نوصل لنظام مستقر بيعمل بدورة بيولوجية متكاملة في تناغم واستمرارية دائمة. وده اللي بيساعدني على ان انا افضل محافظ على النظام في حالة الاستقرار بتاعه من غير ما اقوم باي عمليات من تغييرات للمية الدورية او لاي اضافات من بكتيريا او منتجات مختلفة موجودة دلوقتي وبدأت تظهر. وبلاحظ استقرار الحوض بشكل يقدر يخليني امارس الهواية بطريقة بسيطة وسهلة بدون اي تعقيدات وبدون اي مشاكل امر بيها، زي ما دايما اتعودنا. والناس كلها سمعة هواية تربية اسماك الزينة بقت عندها ان هي هواية صعبة وفيها مشاكل كتير بتواجهنا. النهاردة قدرنا نوصل للطريقة اللي بتبسط وبتسهل
ممارسة الهواية الجميلة بتاعتنا اللي تخلي كل واحد يقدر يمارسها بشكل بسيط جدا من غير أي مشاكل أو من غير أي ضربات هيمر بيها تعقدوا من الهواية أو تزهقوا منها وتخرجوا منها. ومش لازم الهواية تقتصر على الهاوي ذو الخبرة والعلم والإجراءات المعقدة اللي بيقوم بيها علشان يقدر يحافظ على استمرارية الحوض بتاعه وعلى حياة الكائنات الحية اللي عايشة في المية عنده. وهنا كان لازم نوفر لحضراتكم مكونات الحوض الطبيعي علشان نسهل عليكم الهواية أكتر وأكتر، وبنبتديها من أول التربة مرورا بطبقة العزل وهي الرمل والنباتات وحتى الأسماك اللي بنضيفها للحوض، زائد إن إحنا بنحاول نوصل لحضراتكم كل منتجاتنا في أقرب وقت ممكن نقدر نزودها ونضيف عليها أكتر وأكتر، بحيث إن إحنا نسهل عليكم ممارسة الهواية ونقدر نتوسع فيها بشكل أكبر. وأكتر الناس اللي جربت وفشلت وخرجت من الهواية تقدر إن هي ترجع تاني وتمارس الهواية بشكل طبيعي. تقدروا تتواصلوا معانا على رقمنا على الواتساب اللي ظاهر على الشاشة علشان نقدر نوفر لحضراتكم اغلب المنتجات اللي بنقدر نوفرها حاليا، وان شاء الله دايما هيكون في جديد عندنا وبنقدر نوفر لكم كل جديد علشان نسهل عليكم الهواية اكتر واكتر. ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتشير المعلومة وتشاركها مع أصدقائك إن كانوا في الهواية أو حتى خارج الهواية علشان نقدر نساعدهم على ممارسة الهواية الممتعة بتاعتنا وما تبقاش مقتصرة بس على ناس معينة، نقدر نتوسع فيها أكتر وأكتر ونقدر نستمتع بيها أكتر وأكتر. ودايما زي ما بنقول الحوض الطبيعي هو مش مجرد حوض سمك زينة، هو قطعة من الطبيعة بتكون عندك في بيتك أو في مكتبك تقدر تستمتع بيها وتتأمل فيها وتراقب وتلاحظ كل العمليات البيولوجية اللي بتحصل فيها، وفعلا تقدر تقول ان انت عندك حوض فيه دورة بيولوجية حقيقية كاملة، مش مجرد دورة نيتروجينية بقعد أصارع معاها وأفضل أجري وراها وهي تجري مني وتجري وراها علشان تقدر ان انت توصل بيها لمرحلة تحافظ بيها على السمك بتاعك. شكرا ليكم واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.